واحدة شافت واحد بيسرق موتوسيكل فراحت بلغت الشرطة، ولما الشرطة قبضت عليه اعترف بقتل 5 أشخاص، ولقوا معاه قايمة فيها أسامي ناس كاتب عنهم تفاصيل كتير علشان بيخطط لقتلهم. حكاية النهاردة عن ديمتريس فاكرينوس، وخلالها هنعرف الظروف اللي خلت ديمتريس يبقى أحد أشهر القتلة المتسلسلين في اليونان. أنا خلود عبد الرزاق، وده شيء من الخوف. بنروح تاني اليونان مع قصة جديدة بشعة، واللي ما شافش القصة الأولى هنسيب لكم اللينك علشان تقدروا تشوفوها. ديمتريس فاكرينوس اتولد سنة 1962 في جورتينا في اليونان لأسرة فقيرة جدا مكونة من 4 أطفال. كان هو التاني بينهم. والده كان مدمن كحول ودايما بيمشي في الشارع وهو سكران، وده اللي خلاه محط سخرية في القرية. أما في البيت فكان الأب عنيف جدا مع أسرته، وخصوصا ديمتريس لأنه كان ضعيف، وده خلاه دايما هدف للتنمر. ديمتريس كان بيحب أخته وأمه جدا، وكانوا دايما على عكس أبوه بيحاولوا يخففوا عنه. في المدرسة برضو كان بيتعرض للسخرية بسبب سلوك والده، فاضطر إنه يسيب المدرسة بعد ما فشل في إنه ياخد الشهادة الابتدائية، وبقت مهمته إنه يراعي الحيوانات وحظيرة عيلته. ولما بقى عنده 13 سنة لقى فرصة علشان يتخلص من حياة القرية وتريقة الناس وتعنيف والده، وده لما عرض عليه واحد من قرايب والدته انه يروح يشتغل معاه في حانة بيملكها في اثينا. وافق في ساعتها، وابوه طبعا ما منعش لان وجود ابنه من عدمه ما كانش بيفرق معاه. وفي الفترة دي اشتغل باجتهاد كأنه شخص كبير، واثبت انه قد المسؤولية. وهنا باباه بدأ يفكر ان ابنه المراهق دلوقتي نجح في انه يكسب فلوس، فليه ما يستفادش منه هو كمان؟ وفعلا قرر انه يلم حاجته ويروح لابنه علشان يستفيد منه، وبرضه يدور لنفسه على شغل في المدينة. حاول انه يشتغل ولكنه فشل اكتر من مرة في انه يجمع فلوس، فقرر يرجع القرية مرة تانية وياخد ديمتريس معاه. لكن هنا بدأ ديمتريس يتمرد ورفض انه يفضل في القرية وهرب من البيت. وفي ناس ساعدته انه يدخل مؤسسة في ألفسينا، وفضل هناك لمدة 2 سنين، وبدأ يتدرب كعامل لحام في أحواض السفن في سكارامانجا. وفي الوقت نفسه بدأ يفكر في وظيفة تانية علشان تجيب له دخل إضافي، وفعلا اشتغل سواق تاكسي. ديمتريس لما لقى نفسه بيكسب فلوس كويسة قرر انه يتجوز، واختيار وقع على ليتسا اللي كانت بتشتغل في ورشة تصليح، بس سابت الشغل بعد كده علشان تتفرغ لجوزها وتنجب أطفال. بس بعد الجواز خاب أملها في كل حاجة بسبب قلة الروابط والاهتمامات المشتركة ما بينهم. ديمتريس كان بيحب دايما انه يقعد في البيت وما يخرجش، وكان بيجبرها ان هي تفضل معاه، وبيرفض يروح معاها لأي مكان. ولما اتكلمت معاه في موضوع الخلفة قال لها ان الأطفال بيجيبوا مشاكل، ورفض انه يتكلم في الموضوع ده تاني، وقال لها بصراحة ان دورها في البيت انها تشتغل على تلبية احتياجاته بس، وهو دوره انه يأكلها. وهنا خلاص زوجته جابت اخرها، قالت له ان هي عايزة تنفصل عنه نهائيا، لكنه رفض، وده اللي خلاها تعمل معاه مشاكل كبيرة جدا وصلت لتدخل الجيران. وبعد 14 شهر بس طردته بشكل مهين، وراح في ساعتها لاسم الشرطة علشان يقدر يرجع البيت ويرجع لزوجته وينام في بيته، لكنهم قالوا له ان مفيش حاجة تتعمل. غضب جدا وراح علشان يحرق بيت ابو زوجته، وتبقى دي اول جريمة مسجلة ليه، واول اكتشاف للوجه الاخر لديمتريس اللي قدر انه يخبيه لسنين. ساب الشغل في شركة اللحام وبدأ يتفرغ للعمل كسواق تاكسي. وسنة 1987 اتعرف بالصدفة على راجل اسمه بنايوتس جاجيليس، عنده 43 سنة، وراجل سمعته وحشة، بيدخل ويخرج من السجون بشكل منتظم بسبب عمليات السطو والسرقة اللي بيعملها. الراجل ده بقى شريكه في السكن، لكن ما نشأتش بينهم علاقة صداقة، بالعكس كان جاجيليس بيتعامل مع ديمتريس بطريقة مش حلوة، وديمتريس حس انه بيعامله كده بسبب قصر قامته، لان هو كان 165 سنتي. والحقيقة ان قصر قامة ديمتريس دي كانت
سبب كبير في عقدته النفسية، وهنعرف ده أكتر خلال الأحداث اللي جاية. في يوم من الأيام جاجيليوس طلب من ديمتريس إنه يديه عربيته لمدة نص ساعة، فوافق بالعافية ديمتريس وسلمه المفتاح، وفضل مستنيه علشان يبدأ شغله الليلي، علشان تعدي ساعة واتنين وتلاتة والعربية ما رجعتش. وأخيرا في نص الليل سمع صوتها، راح بغضب شديد لجاجيليوس بسبب التأخير، وأثناء الخناقة جاجيليوس قال له إنه كمان سرق بندقيته، فديمتريس غضب بشكل كبير وقامت بينهم خناقة أكبر. بعد الخناقة دي بكام يوم، وتحديدا يوم 6 أغسطس، الاتنين اتقابلوا في واحدة من الحانات وشربوا كتير جدا، وبدأوا يتخانقوا تاني من جديد لحد ما تعبوا وروحوا. جاجيليوس نام، لكن ديمتريس قرر إنه ينتقم. مشي بالراحة لحد ما وصل لمحل اشترى منه أداة حادة ورجع بيها للسكن، وبدأ يضرب جاجيليوس ضربات مميتة أثناء ما كان نايم. وبعدين جاب سكينة وبدأ يقطع جثته، ولما شاف كمية الدم اللي نزلت منه بدأ يحس بالندم، فتراجع عن فكرة تقطيع الجثة، فقرر إنه يغلفها ويجرها لعربيته. بعد ما اتأكد إن مفيش حد شايفه، حطه في صندوق العربية وأخده لمكان مهجور في أرجس، وراح بعدها استخبى في بيت أخته لمدة أسبوع. وبعدين رجع للبيت، غسل كل حاجة ونظفها، وبعد أسبوع تم العثور على الجثة بسبب راعي أغنام كان معدي بالصدفة، وما تمش ربط الجريمة بديمتريس. أما ديمتريس نفسه بقى فضلت تطارده كوابيس لمدة سنة ونص، وضميره يأنبه بسبب جريمته. ويوم 20 نوفمبر سنة 1993 ديمتريس كان بيسوق عربيته، فوقفته بنت اسمها أنستاسيا عندها 28 سنة، طلبت يوصلها لمكان ما، وأثناء الطريق بدأت بينهم محادثة، وبدأ كل واحد منهم يحكي مشاكله الشخصية للتاني، وقالت له إنها انفصلت عن حبيبها من وقت قريب جدا، وده خلاه يحس إنه ممكن يثير إعجابها علشان يقيم معاها علاقة، فعزمها على مشروب في واحدة من الحانات ووافقت. وأثناء ما كانوا في الحانة ديمتريس حس إن اللحظة المناسبة جت علشان يقول لها اللي بيفكر فيه، واقترح عليها إنها تقضي الليلة معاه في واحد من الفنادق. فضحكت البنت واتريقت عليه وطلبت منه يوصلها للمكان اللي قالت له عليه. خرجت وخرج وراها بهدوء كأن مفيش حاجة حصلت، وساق العربية بسرعة ناحية أقرب منطقة مهجورة. وقف العربية ونزل بسرعة وهو ماسك جردل صغير مليان بنزين، وفتح باب العربية وسحبها لبره وبدأ يضرب فيها، وبعدين رمى عليها البنزين. وقبل ما البنت تستوعب اللي بيحصل لها رمى عليها الولاعة، ووقف يتفرج عليها وهي بتتحرق وبتصرخ من الألم وتطلب المساعدة. وفي أكتوبر سنة 1993 كان ديمتريس واقف لمدة 20 دقيقة كاملة في موقف عربيات أجرة مستني زبون، ولما لقاه اتفاجئ بسواق تاني اسمه ثيودوروس أندرياس عنده 35 سنة بيتخانق معاه وبياخد الزبون منه، وقال له يمشي من هنا. بدأ ديمتريس يتحرك من قدام العربية وهو بيكتب رقمها، ولسوء حظه أندرياس شافه وهو بيعمل كده، فوقف العربية وبدأ يشتمه ويضربه بعنف لحد ما اتدخل سواق تاني وفرق بينهم. مشي ديمتريس وهو في راسه 1000 خطة علشان يرجع الاعتبار لنفسه، واستنى حوالي 4 شهور كاملين علشان ينسى أندرياس شكله. وفي يوم 9 يناير سنة 1994 اتظاهر بأنه زبون وركب مع أندرياس وطلب منه ياخده لمكان معين، ولما عدوا من فوق جسر طلب منه انه يقف علشان يقضي حاجته. وبعد ما خلص طلب ديمتريس من السواق شوية مية علشان يغسل ايده، فخرج أندرياس علشان يجيب له المية اللي محتفظ بيها في صندوق جوه شنطة العربية. وهنا انتهز ديمتريس الفرصة وطلع مسدس عيار 45 وفرغ 5 رصاصات في جسمه قتلته في ساعتها، وراح لشنطة العربية علشان يقفلها وساب الجثة على الأرض غرقانة في دمها، وبدأ يسوق العربية لمكان فاضي علشان يولع فيها ويمحي أي أثر ليه. رجع وهو مستني بفارغ الصبر إعلان مقتل السواق علشان انتقامه يكتمل، وأخيرا تم الإعلان عن العثور على الضحية، وحضر جنازته وفضل يتفرج على نعشه، ومن وقت للتاني كان بيختلس النظر على العيلة بشكل حاقد، ومشي لما حس إنه أخيرا استرد حقه. يوم 21 ديسمبر سنة 1995 ديمتريس كان ماشي وقطع عليه الطريق واحد معدي بموتوسيكل، وقامت بينهم خناقة اتعرض فيها ديمتريس للضرب على ايد سواق الموتوسيكل،
بعد ما مشي السواق، ديمتريس طلع ورقة وبدأ يكتب رقم الموتوسيكل علشان ياخد حقه. في الوقت ده ديمتريس كان باع عربيته لأخين سمعتهم وحشة، هما كوستاس وأنطونيوس. اتفق معاهم على 700,000، لكن ساعة توقيع العقود ادوله 600 بس. حاول انه يعترض، ولكن رد عليه واحد منهم قال له امشي من هنا، انت اخدت فلوس كويسة مقابل عربيتك، ودلوقتي حس انه عايز يستعيد عربيته من الأخين علشان يخبط بيها سواق الموتوسيكل. راح لبيتهم بموتوسيكل سرقه، وطلع نسخة من مفتاح عربيته كان شايلها وسقها بعيد عن البيت. لكن الأخين سمعوا صوت الموتور وجري وراه وهم بيطلبوا منه انه يوقف، ولكنه ما سمع لهمش، فركبوا عربية تانية علشان يلحقوه وبدأوا مطاردته علشان يجبروه على الوقوف. وده اللي حصل فعلا، بس بسبب ان بنزين العربية خلص، فاتجه لمحطة بنزين. ولما نزل الأخين علشان يسترجعوا عربيتهم، ديمتريس طلع مسدسه وبدأ يضرب عليهم نار لحد ما الطلقات اللي معاه خلصت. وبدأ الأخين يستخبوا جوه محطة البنزين لحد ما اتفاجئوا ان ديمتريس رجع تاني، وكان في ايده مسدس تاني كان حطه في العربية لما سرقها. وبدأ يفضي المسدس في أجسامهم لحد ما بقوا جثتين، ومشي من المكان وسط ما كان عامل المحطة مرعوب، واللي استخبى أول ما بدأ يسمع أصوات ضرب النار. لما الشرطة جت وبدأت التحقيق، شكت إن مالك العربية السابق يكون متورط، لأن هو الوحيد اللي معاه نسخة من مفتاح العربية. لكن التحقيق ما تقدمش كتير، لدرجة إن ما فكرش حد من المحققين إنه يستجوبه رغم ورود اسمه في التحقيقات، ومحدش حتى دور على العربية. في مايو سنة 1996 ديمتريس كان معجب ببنت اسمها أبوستوليا، وكان حاسس إن عنده فرصة إنها تعجب بيه. لكن الفرصة دي اختفت لما ظهر راجل اسمه سيرافيم جينيسيس، وطبعا بطلنا مش هيسيب ده يعدي بسلام. فراح لبيت الراجل ده وهو لابس غطا العربية، وكان ناوي يقتله الأول وبعدين يروح بيت البنت علشان يضربها ويعتدي عليها وبعدين يقتلها. رن الجرس ولكن الراجل ما كانش في البيت، والدته اللي كانت موجودة، ومن خلال العين السحرية شافت واحد واقف وعلى راسه غطا غريب، فجريت على التليفون علشان تتصل بالشرطة. ولما هو حس انه واقف بقاله كتير، نزل يستنى قدام المبنى لحد ما لقى جينيسيس وصل اخيرا. ضرب عليه رصاص، وجريت والدته علشان تشوف ايه اللي بيحصل، علشان تشوف ابنها مرمي على الارض غرقان في دمه. واثناء ده وصل رجال الشرطة اللي اتصلت بيهم الام، وجريوا على ديمتريس علشان يوقفوه. ضرب عليهم رصاص هم كمان وهرب من المكان. وتاني فشلت الشرطة في اعتقاله، وفشلوا برضه في ربط الجرائم ببعضها. وقبل ده يوم 14 مارس سنة 1993 كان الزوجين سيفروس وبيتولس عندهم ميعاد مع 2 من أصدقائهم، واتقابلوا في الشارع وكانوا بيتكلموا ويهزروا، وهزارهم ده كان بيتخللوا بعض الكلمات البذيئة. وكان لسوء الحظ ديمتريس ماشي قريب منهم واتضايق من اللي سمعه، فبين لهم امتعاضه. كان حساس قوي ما بيقدرش يسمع ألفاظ. اتعصبوا من تطفله وزعقوا له وقالوا له يمشي، ومن الواضح ان هو كمان كان عايز يوريهم انه بيعرف يهزر. سحب مسدسه وضرب النار على سيفروس وبيتولس وسط ما كان اصدقائهم بيصرخوا. سيفروس اتصاب في عينه وفكه وللاسف خسر عينه، اما بيتولس اتصابت في عمودها الفقري وبقت جليسة كرسي متحرك. وفي 10 ديسمبر اقتحم ديمتريس عربية واحدة اسمها ماريا، واثناء ما كان بيفتش العربية لاحظوا مجموعة من الشباب كان من ضمنهم فاسيلس وجورج اللي عندهم 25 سنة، وبدأوا يطاردوه. فطلع مسدسه وضرب عليهم نار. اتصاب فاسيلس في دراعه اليمين، وجورج اتصاب في صدره وعموده الفقري، وبقى جليس كرسي متحرك للأبد. شن ديمتريس هجوم تاني، لكن المرة دي على محطة بنزين، وما كانش بدافع السرقة، كان علشان دخل جدال مع الموظف، فحسم الخلاف بطلقات من مسدسه، ولكنه فشل في قتله. وبسبب هشاشة النظام الأمني والبيروقراطية الكسولة، ديمتريس احترف الإجرام والسطو المسلح، وبقى بيسرق كل حاجة يقدر يسرقها، سواء محلات، مواقف عربيات، موتوسيكلات، وكان متخفي بخوذة بس. بدأت الشرطة أخيراً تربط بين جريمة قتل الأخين وبقية الجرائم التانية بسبب المسدس عيار 45، واللي دعم ده وجود ست شافته وهو بيسرق موتوسيكل وهي نازلة من التاكسي، فراحت للشرطة وأدلت بشهادتها وادت وصف لملامحه. راح الضابط لساحة بتجمع عربيات الأجرة وسأل لو في راجل قصير وحجمه صغير ركب معاهم، فجاوبوا بالنفي وادوا أوصاف مختلفة عن اللي كانت مع الشرطة، لحد ما
واحد من الضباط قال إن القاتل ممكن يكون سواق تاكسي مش زبون، وإنه ممكن يكون عايش قريب من المحلات اللي بيسطوا عليها. بدأت الشرطة في عمليات تفتيش المباني السكنية لحد ما لقت ورقة على أحد الأجراس باسم فاكرينوس، وهنا افتكروا فوراً مقتل الأخين واسم الشخص اللي باع لهم العربية. ومعداش وقت كبير والمجرم بقى في إيد العدالة أخيراً. وفي 9 إبريل سنة 1997 اتقبض على ديمتريس، وأثناء ما كانوا واخدينه لمركز الشرطة بدأ الاعتراف بجرائم اللي ما كانوش يعرفوا عنها أي حاجة. كان عنده وقتها 35 سنة، وقال لهم إن المسدس اللي كان معاه خلاه يحس إنه إله. ولقوا معاه كمان قايمة بأسامي ناس كان ناوي يقتلهم، وكان بيدور على تفاصيلهم الشخصية علشان يقدر ينفذ ده. المحكمة وجهت له تهم قتل 5 أشخاص ومحاولة قتل 7 تانيين وارتكاب 5 عمليات سطو، وهو رفض يوكل محامي. محاكمته نالت ضجة إعلامية كبيرة لدرجة إنه عمل حوار مع واحدة من الصحف قال فيها: أنا نمت بهدوء وأنا بقتل، كانت عيني منبهرة، ما فهمتش حاجة، بمجرد إنك تبدأ بيبقى صعب إنك ترجع تاني. وقال أحد ضحاياه: مفيش حاجة ممكن تقلل البؤس والألم اللي زرعه الراجل ده، أنا كنت بترعش من اللحظة اللي سمعت فيها خبر اعتقاله بسبب الرصاصتين اللي خرجهم من مسدسه وحكموا عليا بالكرسي المتحرك طول عمري. هو ضرب عليا النار كأني ولا حاجة، هو يستحق العقوبة القصوى، ويمكن يستحق إنه يعيش معاق هو كمان علشان يدرك أهمية الحياة البشرية. طبعا محاكمته كانت مشهورة جدا، واتمنى ناس كتير لو يقدروا يمسكوه يقتلوه. أثناء إعادة تمثيل جرايمه عشرات من الناس اتجمعوا، كانوا بيشتموه وأطلقوا عليه أسماء كتير زي القاتل والقرد ومصاص الدماء وغيرها كتير من الألقاب السيئة. أما أسوأ تصريح فجبنا الشخص اللي ضربه واتنمر عليه طول حياته، وهو والده، اللي قال: أنا ما أعتقدش إن ابني عمل الحاجات دي، أما لو كان عمل زي ما بيقولوا فلازم يترمي في البحر ويغرق، عشان إحنا مش من الناس اللي بيقتلوا. وبره مكتب المدعي العام جاوب ديمتريس على الصحفيين اللي كانوا محاصرينه في كل مكان ببيان قال فيه: أقول إيه، أنا حيوان واستحق إني أتعدم، علشان يسألوه لو بيعاني من مشاكل نفسية. جاوبهم إن الإنسان اللي يوصل للدرجة دي أكيد عنده شيء ما. وفي مقابلته الصحفية الأخيرة داخل زنزانة في 14 إبريل كان عايز يبرر تصرفاته، قال إن الرهاب والمخاوف والظلم هي السبب في اللي وصل له. قال: أنا اتولدت حيوان أليف ولكني بقيت حيوان بري، الظروف هي المسؤولة، كان في حد بيظلمني ويهني طول الوقت، أنا فاكر إني كنت بحضن دماغي علشان أحمي نفسي، كنت صغير ووالدي كان بيطاردني علشان يقتلني بالسكينة، وفي مرة مسكني من رقبتي وأنا نايم وضربني. وقال: كانوا بيضربوني في كل مكان بروح، أنا اشتغلت عند الناس معظم الوقت وما كانش عندي أي حاجة كلها، وكنت مضطر إن أنا أكل أختي وبناتها ووالدي وجوز أختي الكسول، حياة من الشغل الصعب علشان الناس التانية. وقال عن أبوه إنه كان عايز يقتله وإنه يستحق ده، وقال إنه حاول ولكن كان صعب لأنه رجع للقرية. الحاجات اللي عملتها بعضها كان في الوقت الغلط وبعضها كان كويس، وكان في حاجات كويسة كان المفروض أعملها وما عملتهاش، وإنه من السهل إنك تقول أنا آسف لكن ده مش هيغير حاجة. وقال كمان: أنا دلوقتي بقرأ كتاب مسيحي بيتكلم عن باب الإخلاص لكن أنا اتأخرت، لو كان ممكن أقرأ الحاجات دي بدري كان يمكن موصلش هنا، أنا كنت بنتقم من أي شخص هني بدون داعي، لدرجة إن لو نملة ظلمتني كنت هضرب عليها نار. وآخر زيارة ليه كانت من أخته اللي فضلت واقفة جنبه وبتطمن عليه طول ما هو في السجن، وكانت معاها مراته التانية كرياكولا اللي اتجوزها قبل وقت قصير من اعتقاله، وطلب منهم إنهم يمشوا ولكن هم أصروا على إنهم يشوفوه، فطلع لهم أخيرا وطلب منهم إنهم ما يجوش تاني أبدا، وقال لمراته إنه هيمضي طلب الطلاق وإنه مش عايزها تزوره تاني. غضب ديمتريس ورد فعله المبالغ على أي إهانة كان بيتعرض ليها كان تعويض عن افتقاره لحاجات كتيرة جدا، أهمها الأمان في طفولته اللي تعرض فيها للقمع وعدم احترام الذات، وطبعا كونه قصير عرضه للتنمر أكتر وما كانش بيقدر يرد بالشكل المناسب على أي تحديات أو إهانة. فأول ما قدر بدأ يرد بالسلاح، ويوم 12 مايو سنة 1997 لقوه ميت في زنزانته بعد ما شنق نفسه برباط حذائه قبل ما تنتهي محاكمته. الاستقرار النفسي والثقة في النفس والأمان وحاجات كتير جدا
جدا مصدرها هو الطفولة. طفولة الإنسان مهمة جدا، لأن أي حاجة بيتعرض لها بتنعكس عليه لما يكبر، سواء حلوة أو وحشة. كل ما كان في بيئة بتساعده إنه يطمن ويثق في نفسه، كل ما يبقى إنسان أفضل. والعكس تماما بقى، لو طفولة الإنسان كان كلها تعنيف وإهانة، كل ما ده ساهم في إنتاج إنسان مشوه. العنف والكبت والقسوة قادرين إنهم يشكلوا مجرم خطير ناقم على كل الناس والمجتمع، وأقل حاجة ممكن يعتبرها تهديد ليه. وكده تبقى حكاية النهاردة خلصت. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. مع السلامة.